السلام عليكم خواتاتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكون اموركم مزيانه. اش خباركم؟ كي درتوا مع الاجواء ديال البرد وفصل الشتاء اللي ما قدروا لا نديروا فيه تدابير ولا حيال ولا شي حاجه ديال التخمال حتى يفوت هذا البرد؟ ان شاء الله غادي نبقى معكم هاد الايام هذه في شهوات اللي ساهله وبسيطه والاهم اقتصاديه، ما تكونش مكلفه وفي نفس الوقت يعني بحال هاد الحلوه هذه عجينه وحده خرجت منها 4 ديال الشكيلات ساهلين بساط. غادي تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه باش غادي نخدموها في اسرع وقت. فرجه ممتعه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا معكم. غادي نحتاج هنا ربعه ديال الزبده. هانتوما راه سخنتها فوق البوطه لان جامده، يعني دايره بحال الشمع، ما يمكنش نخدموا بها. ممكن تعوضوها بديال البواطه كتكون شويه مطلوقه. المهم 240 غرام زائد كاس ديال العنبه ديال السكر وكاس عنبه ديال الزيت. الا درتو ديال البواطه نقصوا شويه الزيت، ديروا غير واحد نص كاس قل الثلث، حيدوا منه الثلث. وايضا هنايا درت 2 ديال البيضات وثلث كاس ديال المربى ديال الكونفيتور. وهانتوما شفتوا راه مع الجو بارد، يعني الحاجه كاع اللي فيها الزبده كتكون قاصحه. خدمت هذا البراميكسور هذا باش يتخلط ليا مزيان، ما يبقاوش دوك الحبيبات ديال الزبده ولا دوك الطريفات اللي كيذوبوا لينا وسط الفران وكيعطيونا ثقوب دائما في الحلوه ديالنا ولا الصابلي كما كانت نوع د الحلوه. دائما ضروري نخدموا الزبده مزيان. بالنسبه هنايا هذه كتبقى اختياريه. 2 معالق ديال البخاليني باش يعطينا داك اللون اللي دائما كتشوفوه في الصابلي اللي كنشارك معكم، واحد اللون ذهبي بحال لون الكراميل. ومعلقه ديال الفاني، مسحوق الفانيلا، كيف ما يمكن ديروا داك الكيس ديال سكر فانيلا. صافي غادي نستمر هكا. بالنسبه لهذا الميكسور هذا زوين، كيخلط، ما كيخليش دوك الحبيبات. اولا المهم استعملوا هذا ولا الهاشوار ولا الخلاط، شي حاجه هكا تخلطوا لينا مزيان باش ما يبقاوش لينا الطريفات ديال الزبده، وحتى السنيده تذوب لينا مزيان. بعد ما خلطت هاد المكونات كلهم غادي نجمعهم. غادي نبدا كنضيف الدقيق. وهنايا بما انها دوازاتي غادي ندير واحد الخميره. في الصابلي ما كنديروش الخميره ديال الحلويات نهائيا. ممكن ديروا غير النصف الاخوات اللي ما بغاوهاش، ولكن هي كنبغيوها تعطينا شويه هكا الحجم، كتنفخ شويه ولكن ماشي بزاف. وكنبدا كندخل فيها الدقيق. بالنسبه للعجينه حتى هي كتكون مرخوفه تقريبا بحال ديال الصابلي، وما تدلكوهاش، غير كتجمعوا برؤوس الاصابع. قد ما دلكتوا الحلوه قد ما كتولي الشكل ديالها كيدي فورما، اما كتصغر واما كتعوج. وكنبدا كندخل، كيبقى على حسب نوعيه الدقيق. هاد الوقيته هذه كنستعمل لي كوموند ديال الحلوه ولا حتى الحلوه الداري. الاتقان حاليا حسن من بيرلا، لان بيرلا ما عرفت فيها ولا فيها شي مشكل، ما بقاتش كتخرج لنا الحلوه هي هذيك. صافي من بعد ما كملت هاد العجينه غادي نقسمها على 4 وندير 4 ديال النكهات، اولا تخدموها كلها بالنكهه ديال البخاليني بحال هذا الشكل هكا. المهم حنا غادي نخرجوا 4 تشكيلات من عجينه وحده، وراه كتعطي كميه كثيره ديال الحبات. هنا درت واحد النكهه ديال الليمون الحامض اولا النكهه ديال الحامض والقشور ديال حتى الحامض. هاد القشور انا مصوباهم، كتيبسوا القشور ديال الحامض مغسولين ومحيدين لهم ديك اللبابه البيضاء. ملي كيبسوا في الشمس اولا في شي كتعطيهم شي زيت وتخليهم غير كينشفوا هكا في الهواء وكطحنوهم، كتحتفظوا بهم. من احسن المنكهات، احسن من داكشي كاع اللي كتشريو النكهه الحامض ولا شي نكهه هكا كتباع. هذه اللي كتصاوبوا كتولي احسن. العجينه الاولى درناها بالحامض، الثانيه درت ليها هذا الفيرميسيل هذا ملون، شي حاجه هكا اللي كيبغيو الدراري. المهم ملي كتبغيو تصاوبوا دوازاتي كتشوفوا داكشي اللي بغاو وليداتكم الصغار اولا نتوما يعني كاشخاص. ماشي بحال الحلوه ديال المناسبات. كنمشيو على واحد السيستيم، كنديروا غريبات، كنديروا صابلي، كنديروا حلوه اللوز. المهم كتنوعوا. هذا دوازاتي كنديروا داكشي اللي كيعجبوا وليداتنا وصافي. شي لوينات. هذه ايضا درت ليها، زدت ليها واحد المعلقه ديال البخاليني باش يكون مركز فيها. ممكن ديروا حتى الفلو ديال الكراميل حتى هو كيجي زوين بزاف. واخر حاجه باش ما يرونليش العجينه، واحد المعلقه كبيره ولا معلقه ونص ديال بودره الكاكاو. وغادي تجيكم تقصح لكم العجينه، يعني تزيدوا فيها شويه ديال الزيت اولا شويه ديال الكونفيتير كيف ما شفتوا. غادي نحاول ندخل وما تدلكوش، يعني غير شويه بشويه حتى غادي تدخلوا فيها هذه الكميه هذه. ممكن تضيفوا كما قلت لكم الزيت، وممكن تضيفوا هذا الكونفيتير هذا، اي حاجه. المهم شي حاجه تجربوا بها داك الكاكاو. وغادي نبدا بهذا اللون الاسود. غادي نطبع كويرات صغار، ما تكبروش لان فيها الخميره باش ما يجيناش هكا مفرقع ويجينا كبير بزاف. وكناخذ هذا المرشم هذا ديال الفرفره اللي كنخدموا به الحلوه ديال اللوز.
اولا الحلوه ديال التمر. المهم داك المعمر بالعقده هو اللي كنخدم به انا بزاف، هاد الفرفره هادي، وكنستعملها حتى في دوازاتي. كتستفوهم بهذا الشكل هذا، شويه دقيق باش المرشم ما يلصقش لينا في الحلوه ديالنا، وصافي بسرعه راه كنبقاو كنطبعوا هاد المراشم بالشكل اللي بغيتو، الطبع اللي عندكم. ممكن ديروا غير كويرات هكا على شكل بيضاوي وطبعوها بالفرشيطه، راه كتعطي واحد الشكل حتى هي اللي زوين. نفس الخدمه ونديروا ليها تزيين كما غادي نديروا في الاخير. الشكل الثاني غادي ندير ليه هذه حتى هي كنخدم بها الصابلي وكنخدم بها الحلوه ديال اللوز. حتى هذا الطبع هذا زوين بزاف. يعني هذوك الطوابع كاع اللي عندكم بلا ما كلهم كيعاودوا نجددوا فيهم. حاليا حتى انا في لي كوموند الطوابع القدام كندخل عليهم تعديلات بحال لاباط شوكولا ولا شي تزيين ديال الارابيسك ولا. المهم كنعاود كنستعملهم، لان الا تبعنا اللي خرج نشريوها راه يعني شي نهار غادي نوري لكم المكان اللي كنجمع فيه المستلزمات ديال الحلويات باش تشوفوا يعني واحد العدد كبير ديال هاد الطوابع والمراشم والدلاك، جميع الانواع ديال الدلاك. المهم شي نهار ان شاء الله بحول الله غادي نوريكم هذاك المكان اللي حاطه فيه كاع الماتيريال ديال الحلوه وديال الطورطات وديال الكيك ديزاين. المهم داكشي كله غادي نشاركو معكم ان شاء الله في شي فيديو غير يعني. وكنضفهم وكنقيهم وندير لهم السلوفان وتحافظوا عليهم نهار عاوتاني كتبغيو راه كتجبدوهم. بالنسبه لهذا الشكل هذا نتوما شفتوا راه كنت كنديرو في داك الفيرميسيل، وكنطبعوا بديك ديال الشهده. حتى هي الشهده داك الطبع النحاس اللي كنديروا به الحلوه ديال اللوز اولا الحلوه اللي كتكون فيها عقده بصفه عامه. وهذا درتو بهذا اللي حفيره، هذا اللي فيه البخاليني. مهم كيبقى لكم الزواق كتزوقوا باي حاجه بغيتو. حتى غادي نكملهم انا هنا، راه كنختصر لكم باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي غير كديروا واحد الكويره، غير ما تكبروش بزاف وما تدلكوش العجينه باش ما تجيكمش قاصحه. الا دلكتوها كيجي الحلوه ديالنا كتجي مدقصه. صافي كديروا يعني كتهزوا واحد الكميه يكونوا متقايسين، ما تكبروهاش. وصافي كطبعوها على هذا الشكل هذا. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الفران مجهد بزاف وكينفخ ليهم هاد الحفيرات هادو، ردوا البال ملي يكون كيطيب في الفران طلعوا عليه. لقيتوها كتنفخ في الوسط غادي تاخذوا واحد الظهر ديال المعلقه ولا صبعكم الا ما غاديش يحرقكم، وغادي تضغطوا عليها باش ينزلوا هذوك بحال هذا الشكل هذا. نتوما واحد جوج راه كنت دفعتهم بيدي، اما هادو راه ما كيتبدلش الشكل ديالهم. بالنسبه للطياب بحال طياب الصابلي، عافيه مهيله بزاف وتجي غير من الفوق من التحت عفوا حتى كيتحمر وكيطيب. بغيتو تحمروا من الوجه ديالو كتنزلوه، اولا الا كان ديال الضو كتجعلوه فوق لتحت هو طايب خفيف. يعني الطياب ديال الصابلي. وهنا غادي ندوز معكم للتزيين ديال هاد الاشكال هادو. غادي نبدا بالشكل الاول. هنايا الكراميل اللي صوبت معكم راه كنت صوبتو نهار الفيديو اللي صوبت فيه املو وصوبت فيه البخاليني، هو اللي صوبت فيه الكراميل. وكاينين فيديوهات اخرين ولكن اللي مؤخرا هو هذاك. غادي نحطو لكم في صندوق الوصف احسن كراميل كديروه للكيكات، ديروه للحلوه بحال هكا اللي المهم كتستعملوه بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف وما كيضيع ما كيقسح ما والو، كيبقى هو وكيجي معلك وايضا كيكون لذيذ. غادي نحط لكم ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف. الاخوات اللي بغاو يصاوبوا الكراميل عمرت هاد الحفيرات وكندير هاد الحبيبات ديال الشوكولاط بهذا الشكل هكا اللي فيهم هاد اللوينات الكحل والقهوي والبيض. يعني هادو معروفين هاد الحبيبات هادو ديال الشوكولاط. كيف ما يمكن ديروا اي حاجه بغيتو. بالنسبه للشكل الثاني غادي ناخذ بما انه فيه هو لوينات مبهجين هكا داك الفيرميسيل، غادي ندير ليه الشوكولاط بيض باش يعطيه واحد اللون زوين مفتوح زوين. وديك الطريفه ديال الورقه ديال الورد البلدي اللي دائما كنزينوا بها الحلويات ديالنا. وفوق ما حطيتوها على الكاغيط اولا على البلاستيك حركوها باش داك الفائض اللي كيكون لتحت ما يبقاش داير لينا واحد العيب من التحت ديال هاد الحلوه هذه، لانها رقيقه وهشيشه. غير حطوها مع الجو دابا بارد دغيا كينشف الشوكولاط وحركوها. صافي هو الشكل الثاني. شوفوا المنظر ديالو زوين بزاف. الشكل الثالث غادي ناخذ معلقه جوج معالق ولا 3 ديال السكر سنيده، غادي نصاوبوا واحد باش نعمروا ديك الحفيره. كيف ما يمكن ديروا غير هذيك اللي كنا كنديروا شحال هذه ديال الكونفيتير الا بغيتوها في اللون القهوي. الكونفيتير والشوكولاط كتجي زوينه بزاف. المهم غادي نخلط هذا حتى يطيب مزيان. ممكن اللي ما عندهاش الكونفيتير دير نكهه البرتقال ولا نكهه الحامض والناباج والسكر وتغليهم مزيان بهذا الشكل هذا. وصافي دير فيهم واحد المربعات ديال الشوكولاط حتى تحصلوا على القوام ديال التعليكه اللي بغيتو. هذه من اسهل والذ التعليكات. ممكن تضيفوا هنايا رشه ديال الفانيل هذا الخليط هذا. صافي كتعمروا هاد الحفيرات وعمروها من الاحسن باقيه سخونه بحال هذا الشكل لانها
كترجع لينا الحلوه ديالنا طريه بحال ديك تقريبا بحال الحلوه د الريشبوند. مع السخونيه دابا كتمتص هذيك الحفيره وكتولي الحلوه ديالنا رطبه بزاف. صافي ملي كتبرد راه كتولي هاد التعليكه شاده راسها يعني ما كتكفحش من هكا الا حركتوها. وهادو غير اقتراحات خواتاتي للتزيين، كيبقى لكم نتوما الاختيار، زينوا باللي بغيتو. هاد العجنه راه خرجت لينا بزاف ديال الحلوه اولا عدد الحبات، يعني الا عندكم شي مناسبه ولا بغيتو غير تصاوبوا دوازاتي راه كافيه هاد العجنه هادي. الشكل الثالث ذوبت الشوكولاط اللون الاسود، شوكولاط عادي ديال كالا. وهنايا اللوز كان عندي حمرته لان غادي باقي نشارك معكم اطباق ووصفات اخرين. وصوبت اللوز كان محمر صافي. يمكن ديروا كاوكاوا، يمكن ديروا لوزه ما محمراش، اولا هذا اللوز هذا اللي قلي في الزيت ومحمر. المهم كيكون لذيذ هذا الخليط ديال الشوكولاط واللوز. راه كتلصق بداك الشوكولاط، كديروا لها النص ديالها في الشوكولاط الاسود بحال هذا الشكل اللي شفتوا، ومباشره كتلصقوا اللوزه راه كتلصق في الشوكولاط. ودائما حركوا باش ما دير ليناش داك الفائض ديال الشوكولاط في التحت. وها هما الشكلات ديالنا. عجنه وحده خرجت لينا واحد العدد كبير ديال الحبات ديال الحلوه. ممكن تصاوبهم السيده غير في عشيه هكا بلا تصوير بلا والو، راه يعني ساعه ولا ما كاملاش غتصاوبوا هاد الحليوات هادو وتحتفظوا بهم ولا تحطوهم لضيوفكم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، تمنينا الاعجاب ديالكم. الى اللقاء.